لديه سيارة، نحن في حالة حرب. طيب هذا طالب يمني في الصف الثاني الثانوي في مأرب، اسمه عبد القادر عيضة الصديعي، يريد أن يكون له سيارة خاصة، لا يملك ثمنها، فقال أصنعها بنفسي. جمع قطع حديدية وبدأ بتركيبها، لديه الأدوات في كراج بسيط جدا جدا جدا، قطعة قطعة. هكذا أصبح شكلها بعدما انتهى من هيكلها، هيكل سيارة. هناك عجلات، هناك محرك بسيط جدا، وأربع عجلات ومقود صغير، ثم أكمل العمل عليها وأخرجها بهذا الشكل المكتمل، جاهزة للتجول في الشوارع، ولها أضواء أمامية، مرايا، غمازات، كل شيء، كشافات يا سيدي. فقط بقي أن تسير، سيستخدمها، انظروا إنه يستخدمها وعلى الطريق العام في تنقلاته إلى المدرسة وعودته منها، وتمشي بسرعة. وضع عليها علم بلاده، بإمكانه مثلا أن يصطحب زملائه بالمقعدين الخلفيين. هي تمشي في الخط السريع بشوارع مدينة مأرب اليمنية، ليس فقط في الصباح بل في الليل تعبر الشوارع، وهذه إضاءتها تنير كل شيء، كاملة مكملة لا ينقصها شيء. كيف تفاعل اليمنيون مع هذه السيارة التي صنعها عبد القادر الطالب الثانوي، طالب في الصف الثانوي؟ يقول لك أبو ماجد الصفواني: في بلادنا يوجد الكثير من المبدعين والمخترعين، ومن المفترض مثل هؤلاء المواهب تقوم الدولة بدعمهم وبتشجيعهم. فؤاد الحلو، فؤاد الحلو: اليمن غنية بالمواهب والمبدعين والمفكرين، لكن العوائق